لكن الحتة الجميلة اللي محتاجة تنور حياتنا قوي، سيدنا علي بن أبي طالب قدره الأزمة اللي كانت في بيت أبوه خليته يتربى في بيت النبي فيبقى من أوائل الناس إسلام. قدره. ولازم تبص لأقدارك اللي فيها أزمات إن العاقبة دايما خير، لأن ربنا ما بياخدش، لأن ربنا بيحب ياخد مننا ويتعبنا. لو ربنا خد حاجة بيردها لك أعظم في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان الأسوياء من الخلق بيعملوا كده، لو خد منك حاجة يكبرها لك ويرجعها لك، يبهرك بعطائه. فسيدنا علي يتاخد منه الغنى في طفولته، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ صحبته دنيا وآخرة، وهتشوف مقام سيدنا علي. فلما تلاقي حتة كده مضلمة في حياتك وانت منزعج منها فيها ابتلاء، اصبر، إن العاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. ويلا بينا بقى نقوم كده نشوف ورانا ايه بسرعه. طبعا قبل ما نقوم كده نحط اللايك بسرعه. حط اللايك الجميل بتاعك والكومنت الاجمل اللي تصلي فيه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت بقى كده على اوضه النوم، وزي ما انتوا شايفين حالها لا يسر عدو ولا حبيب. بجد الاوضه كان منظرها صعب جدا، محتاجه اغير الملايه، محتاجه انظم التسريحه. فيلا بينا بقى كده. اول حاجه عملتها ان انا شديت الملايه، وبصراحه لما بروق السرير بحس ان خلاص الاوضه كده يعني قربت تخلص، نص الاوضه بيكون خلص معايا. غيرت بقى كده الملايه والمفرش وقلت بقى ايه احطهم كده في الغسالة علشان ما كركبش بقى كده عندي غسيل والكلام ده كله، ومقومش عندي غسيل يعني في السبت. خاصة الملايات يعني بتاخد حيز كبير في سبت الغسيل. حطيتهم بقى كده على الغسالة على طول، ودخلت بقى على التسريحة. ودي بقت اي حد في ايده اي حاجة بيحطها، اي حاجة تتخيليها. ممكن نلاقي كوبايات، معالق، اطباق، اي حاجة. حرفيا العيال مخليينها سويقة كده، زي ما انتوا شايفين عليها كل حاجة تتخيليها موجودة. فبدأت بقى كده الم كل الكركبة اللي عليها وانظمها بقى كده، وهتشوفوها معايا دلوقتي. اول حاجه كان عليها كده الكراريس والكشاكيل والحاجات دي كلها لميتها. احنا اصلا علشان قعدتنا كلها في اوضه النوم، فهي اكتر مكان بيكون متكركب بالنسبه لي يعني، بيكون اكتر مكان لامم كده من كل حاجه. شلت بقى المفاتيح بتاعتي دي، قلت انا عارفه في وسط الزحمه دي هتضيع يا اما هتختفي كده ومش هلاقيها. يعني ساعات الحاجه بتكون في الشقه وضايعه كده مبقاش عارفين مكانها فين. مع اني والله يعني الشقه بتاعتي ما فيهاش اللي هي حاجات كده مستخبيه، لا كل الشقه واضحه قدامنا، بس برضو متفهموش الحاجه بتضيع فين. فقلت بقى كده هلم برضو الكراريس والكشاكيل اللي هنا دي، كل واحد حاطط كشاكيله في ناحيه. هنا الملك كان لسه جايب لي طلبات من تحت، وجاب البتين دول قام رميهم برضو على التسريحه. وكان جايب كمان كيس شامبو برضو رماها هي كمان. فقلت بقى انظم كده كل حاجه مكانها. والعلاج ده كمان هدخله التلاجة علشان الجو حر، ومش عارفه بصراحه العلاج بيبوظ ولا فالاضمن يعني ان احنا نحط العلاجات وكده في التلاجة، العلاج يعني وكده في التلاجة. بس كده. وبصوا في مشبك كمان مكسور، هموت وعارف ايه اللي جابه هنا ده، بس ما علينا. ده كمان هيتشال ويترمي دلوقتي. واللهم صل على النبي. وطبق لوسين ده بقى وحاجات كده مبهدله كتير قوي. فكل ده بقى هيتلم دلوقتي. هقوم ملمعه التسريحه، المرايه والخشب وكله، وارجع افرش المفرش تاني زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى ارص الحاجه اللي هي بتاعه التسريحه الطبيعيه يعني، اللي بتبقى موجوده على اي تسريحه طبيعيه، لكن احنا هنا ناس مش طبيعيين شويه. فهبدا بقى كده ارجع الحاجات بتاعتي اللي انا بستخدمها استخدام يومي، يعني في حاجات كتير مش بستخدمها مثلا يوميا، فدي بقى بكون شايلها في الدرج يا اما الدولاب. علشان ساعات كده بيظهروا عقلهم كده بيصغر كده سنتين تلاتة، وتلاقيهم بيقعدوا يلعبوا في الحاجة ويبوظوها، ما تفهموش ليه. ففي حاجات كده بقوم شايلها بصراحة جوه الدولاب يعني. بس لحد بقى من الشتا كده يبدأ شوية والحر اللي احنا فيه ده يروح، ويبدأوا بقى يناموا في الأوضة بتاعتهم، لأن بصراحة أوضتهم صعبة جدا في الصيف. الجو عندهم بيبقى مش طبيعي، فعشان كده بصراحة بننام كلنا في الأوضة بتاعتي دي. بس كده بقى خلصت كده وسط التسريحة زي ما انتوا شايفين. قولولي بقى انتوا في الحر والفرهدة اللي احنا فيها دي بتتشجعوا تقوموا تعملوا حاجة ولا بتكونوا مكسلين؟ يعني في ناس بتقول لا انا اقوم اخلص كل اللي ورايا عادي حتى لو الجو حر، وفي ناس بتكون مكسلة من كتر الحر. فقولولي انتوا بتتشجعوا اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ انا عن نفسي يعني كنورة بحب شغل الشتاء قوي في البيت. احب اشيل واغسل والمع وانفض واكنس وامسح، يعني حتى لو اغسل السجادة عادي ما بيفرقش معايا الشتا بصراحة.
يمكن بغسل كمان السجاد ده ممكن مرتين في الشتاء، يعني على مدار الشتاء ممكن اغسله مرتين. فبصراحة مش بيفرق معايا الجو الساقع خالص في موضوع التنظيف والكلام ده، بالعكس انا بتشجع اكتر. وفي ناس برضو ممكن تحب الصيف اكتر بقى، عشان كده كده الجو حر فكل شويه هيمسحوا وهينفضوا. انا بحس ان انا على طول مفرهده كده في الصيف، وعلى طول ضغطي بيكون واطي، مش فاهمه ليه. مع اني انا يعني مش بنزل الشارع كتير، يعني مش بخرج كتير، ما بروحش اماكن كتير والكلام ده. كبرنا، الدروس، طلبات البيت، بنزل السوق كده. خلصت بقى الأوضة ونفضت كمان السجادة ومسحت وظبطت الأوضة على الآخر، يعني زي ما انتوا شفتوها كده معايا. خرجت بقى على الصالة، بصوا منظرها، أنا هوريكم منظرها قبل وبعد على طول، عشان مش عايزة أطول عليكم الفيديو. بصوا كانت إلى حد ما يعني الأنتريه كان متظبط شوية، لكن البهدلة بقى كلها في الأرض. عايزة أقول لكم أنا اليوم ده شلت كل الكفر ده، نفضته تنفيضة كويسة وعدلته تاني. وكمان شلت بقى الحافظة نفضتها، وشلت السجاد الصغير ده برضو نفضته. وبصوا كان عندي كمان غسيل محطوط على الكرسي هنا، كل ده برضو اتشال يعني واتطبق بقى ودخل مكانه في الدولاب. دي بقى ايه منظر كده الصالة لما خلاص خلصت الحمد لله. بس كده بقى، قولوا لي ايه رأيكم. متنسوش تكملوا معايا الفيديو للنهاية، لسه هنجيب مشتريات وهوريكم كمان اتغدينا ايه النهارده. بصوا بقى لوسين ده ايه، كانت واقفه كده عند الشباك ودخلت بقى خدت دش هي ومالك وظبطت بقى كده الدنيا كده، الشقه نظيفه والولاد نضاف، مفيش اي بهدله الحمد لله. بصوا كده بقى، ده الشكل الاخير كده للصاله. تعالوا بقى نخش على جوه. عايزه اقول لكم طبعا انا مش هعمل الصاله يعني واسيب بقيه الدنيا جوه متبهدله، لا الدنيا كلها بقت متنظمه اهي. وبصوا قدام التلاجة والغساله برضو الدنيا الحمد لله نظيفه ومسحه ومظبطه الدنيا كلها. كمان كنت عامله المطبخ برضو ومظبطاه ومخليتش فيه اي حاجه. المطبخ كمان الحمد لله بقى كده نظيف، والبوتاجاز نظيف، ومعنديش اي كركبه خالص. دي بقى المواعين اللي انا لسه غسلاها سبتها ايه تتصفى. ده بقى الاكل كده اللي انا كنت هعمله، طلعت من الفريزر عشان يفك واعمل ايه على طول باذن الله. قولوا لي بقى ايه رايكم كده في منظر الشقه كلها الحمد لله خلصت يعني. تعالوا بقى ايه نشوف اشترينا ايه كمان. كان ناقصني شويه حاجات كده نزلت اشتريتها، علشان كانت يعني بقالي كام يوم كده محتاجه ان انا انزل السرجة، عايزه زيت وعايزه سمنه وعايزه طحينه وجبت كمان خل، ملقتش خل في ازايز، فجبت بقى سايب. وبصراحه اول مره اجيب خل سايب وجربته، يعني جربته دلوقتي وهو حلو يعني مش وحش بصراحه. وكمان اللي ب5 جنيه دول ملولي كده الازازه اللي حاجه بسيطه يعني اوفر بكتير من الخل كمان اللي هو الازايز. بس انا يعني قلت كل فتره كده يعني هيخلص مثلا ممكن املاها كمان مره كمان خلي سايب، وبعد كده بقى اجيب ازازه، بحيث ان الازازه عندنا كده تكون برضو شكلها نظيف كده وما تبقاش يعني مهلوكه قوي او حطاهم مثلا في ازازه مختلفه او الكلام ده كله. جبت كمان زيت وجبت سمنه. جبت ب5 جنيه خل، وجبت ب10، لا جبت ب20 طحينه. جبت كيلو زيت وجبت كيلو سمنه. السمنه عندنا ب115، قولولي عندكم السمنه بكام. عايزه اقولكم في ناس كمان بتباعها ب120، بس اللي انا جبتها دي كانت ب115. هي نفس النوع وهي كل حاجه يعني مفيهاش اختلاف ولا اي حاجه. دي بقى كده كانت مشتريات السرجة. وتعالوا بقى نشوف المشتريات اللي جبناها من السوبر ماركت. اول حاجه كده جبتها، اللهم صل على النبي، استنى بس نحط الشنط وبعد كده نكمل. جبت بقى، كنت محتاجه بصراحه شويه حاجات، ما عنديش حاجه ساقعه، ما عنديش في كمان خضرة ما كانتش عندي. كنت عايزة اجيب خضرة وكنت عايزة اجيب فلفل وكذا حاجة كده اوريها لكم دلوقتي. اول حاجة كده، اللهم صل على النبي، الحاجة ساقعة، لا مش الحاجة ساقعة. الكفتة، كنت عايزة اجيب كفتة وهم عندهم نوعين، كان عندهم نوعين من الكفتة. واحدة نص شوى وواحدة كفتة اللي هي السيخ عادي يعني، اللي هي بتاعة الشوي. فبصراحة انا كنت عايزة اجرب، انا كنت اول مرة اجيبها من السوبر ماركت وكنت عايزة اجرب دي واجرب دي. فقلت بقى ايه، كنت عايزة اجيب كيلو كفتة، فقلت لا انا بدل ما اجيب نص، بدل ما اجيب قصدي كيلو على بعضه، لا انا اجيب نص ونص. وهي فرقها يعني تقريبا نفس السعر، فرقها 5 جنيه، واحدة ب220 وواحدة ب225. بصراحة مش فاكرة انهي اول اللي ب220 وانهي اللي ب225 يعني، بس هي مكتوبة عليها. اه دي اللي ب220، اللي هي نية خالص يعني، بتعمليها انت على الساغ عندك لو عندك شواية مثلا بالفحم، او على العصيان الشيش طاووق لو هتحطيها مثلا في الفرن او حاجة. جبنا كمان ازازتين حاجة ساقعة،
وانا بصراحه ماليش في البيبس قوي، انا اكتر حاجه بحبها يعني الشوبس. فالبيبس دي نادرا كده يعني بشربها كده، اللي هو ايه، هو اي حاجه وخلاص، اي حاجه ترطب على قلبنا. لكن اللي انا بحبها قوي اللي هي الشوبس، فدي لازم تكون عندي يعني اساسي. جبت كمان فلفل رومي، والفلفل الرومي عامل 15 جنيه. بصراحة سعره حلو قوي عن الفترة اللي فاتت، كان عامل 30 و25، وأسعار كده مش طبيعية بصراحة. فجبته حلو قوي يعني، وشكله طازة كمان وفريش كده. فالمهم جبت فلفل رومي، جبت كمان طماطم. والطماطم اللهم صل على النبي عاملة 15. وفي ناس عندها طماطم بتكون حلوة كده وشكلها يفتح النفس، وفي ناس عندها طماطم كده زي اللي انا جبتها دي بالظبط، مش حلوة بصراحة ومعجبتنيش قوي. بس كنت يعني ايه مضطرة ان انا اجيب طماطم وخلاص. فجبت بقى كده كمان كيلو طماطم، لان انا كنت محتاجة اعمل سلطة، فقلت ايه احاول انقي منها كده على قد ما اقدر للسلطة يعني، ونطلع منها الحلوة كده للسلطة. جبت كمان كيلو شعرية، ما عنديش شعرية خالص، على طول بجيب بالشكاير، بس المرة دي ما جبتش. فبقالي فترة كده بجيب شعرية سايبة يعني، والكيلو عامل منها 24 جنيه. بس كده بقى، دي كده المشتريات بتاعتي. ما جبتش حاجة تاني بصراحة. وانا اصلا لسه يعني عايزه انزل السوق باذن الله. الفيديو الجاي نكون نزلنا مع بعض السوق، ونعرض بقى كده ايه مشتريات وميزانيه حلوه. وقولوا لي بقى، انا حسيت ان انتوا يعني ميالين اكتر للميزانيات، فقولوا لي عايزين ميزانيه يعني بكامل الاسبوع ده، وانا هعملها لكم. ولو في اي ميزانيات تاني محتاجينها، اكتبوا لي في الكومنتات، وباذن الله اعملها لكم يعني. دي بقى المشتريات بتاعتي. وكمان جبت خضرة، نسيت اقول لكم، جبت خضرة عشان السلطة، وعشان ايه هنشوي بقى كده، وهنشوي بقى فراخ وكفتة. فطبعا الخضرة دي اساسي. بس كده بقى، ده الغدا بتاعنا النهاردة. اتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسوش كمان تحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وبس كده، واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامة.